في سنة 1999 بنت اسمها إليزابيث كريستوفر عندها 17 سنة كانت راجعة من المدرسة لبيتها في مدينة بولدر، كولورادو. البنت نزلت من الأتوبيس الساعة 3:15 العصر، ومن اللحظة دي اختفت. الشرطة لقت شنطتها مرمية عند حدود الغابة اللي جنب المنطقة، لكن مفيش أي آثار مقاومة ولا بصمات ولا دم ولا حتى أثر لحد كان معاها. بعد 3 أيام كلب بحث لقى حذائها مرمي في مكان بعيد جداً عن نقطة اختفائها، لكن بطريقة غريبة. كان الحذاء متاخد منه الضمادة الطبية اللي كانت لفة بيها رجلها في اليوم ده، وكأن اللي خطفها كان عارف إنها مصابة. التحقيقات كشفت حاجة أغرب، إن قبل اختفاء إليزابيث بأسبوع كانت بتقول لأصحابها إن في عربية حمراء بتتبعها كل يوم، وفي يوم الاختفاء شاهد عيان قال إنه شاف عربية حمراء واقفة على بعد 200 متر من موقف الأتوبيس. لكن لما الشرطة حاولت تحدد العربية مفيش أي كاميرا في المكان ولا أي حد كان قادر يشوف رقم اللوحة. بعد سنة كاملة ظهر شاهد جديد، راجل قال إنه شاف بنت شبه إليزابيث في محطة بنزين وكانت بتطلب من العامل مية، والراجل لقى كدمات حوالين إيديها، لكن لما حاول يكلمها واحد غريب مسكها من دراعها وسحبها للعربية، عربية حمراء، واختفى بيها. الشرطة لفت البلد كلها، مفيش أثر ولا جثة ولا أي دليل على إنها حية أو ميتة. لحد النهاردة القضية مقيدة باسم اختفاء إليزابيث بلا حل. والمريب إن في 3 بنات تانيين اختفوا من نفس المنطقة بعدها بسنين بنفس الطريقة. ولو وصلتوا لحد هنا اشتركوا في القناة واعملوا لايك علشان يوصلكم كل فيديو غامض.